صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. البنات اش اخباركم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي جيت نقدم لكم فيه واحد مخيمرات او ملويات بشكل جديد ووصفه جديده واول مره على اليوتيوب. كنقدمها صحيه 100%. غادي نقدمها لكم بالسبانخ ملاوي، بالسبانخ لي زيبيناغ وزيت الزيتون. والطريقه باش غادي نوجدها طريقه جديده وكنظن اول مره غادي تشوفوها في اليوتيوب. احتاجيت هنايا واحد زلافه ديال الطحين الابيض فورس وزلافه ديال الطحين فينو، طحين القمح مغربلين. ضفت ليهم قليل من الملحه، دابا غادي نضيف ليهم واحد طريقه اي قليل من الخميره الفوريه، قياس واحد الحمصه، ما نحتاجش الخميره بزاف. وغادي نضيف ليهم نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، اي ما يعادل واحد 4 المعالق كبار. نحطهم جانبا وندوز نحضر معكم الماء باش غادي نعجن هاد المخيمرات هادو. عندي هنا الماء دافي القياس باش غادي نعجن هاد المخيمرات هادو. وعندي هنا السبانخ لي زيبيناغ، عندي هنا واحد الربطه ديال لي زيبيناغ. ممكن كيف ما يكونوا عندكم يا طريين يا انا هنا عندي لي زيبيناغ مغسولين وكاينين في المجمد، هما اللي غادي نستعمل. نتوما الا متوفرين عندكم طريين كان احسن. غادي ناخذهم وغادي نضيفهم من هذا الماء كيف ما كتلاحظوا. هاد الفكره هذه فكرت فيها وعجبتني، قلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم وان شاء الله تعجبكم. دابا غادي ندوز نطحنهم. لي زيبيناغ او السبانخ ديالي ها هما طحنوا، وحاولوا تطحنوهم مزيان خصهم يطحنوا مزيان. الا ما طحنش لكم مزيان ممكن تعاودوا تصفيوهم، المهم خصهم يكونوا مطحونين مزيان. دابا ندوز نعجن المخيمرات ديالي. بسم الله. العجينه ديالي بالسبانخ لي زيبيناغ هي تلكات مزيان، ما قاصحه ما مرخوفه. نخليها ترتاح. ممكن تحضروها باي نوع ديال الخضر. ان شاء الله المره القبيله غادي نحضرها لكم بلون جديد وبخضره اخرى جديده، مثلا بحال الباربا اي الشمندر. ان شاء الله نقدمها لكم بشكل جديد وبلون جديد. دابا غادي نخلي هاد العجينه ديالي ترتاح صافي. نخلي هاد العجينه ديالي دابا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونرجع نشكل منها كويرات، وحتى الطياب ديالها ان شاء الله غادي نطيبها لكم بشكل جديد.
هاد المخمرات هادو صحيين 100% وبشكل جديد. قليل من الزيت، صافي. دابا غادي ناخذ قليل من الزبده، ندهنهم بقليل من الزبده، غير القليل. الزبده بلا ما ذوبتها، وغادي نرشهم بقليل من سميده او فينو، هي القليل. بعد ما ارتاحوا ليا المخيمرات ديالي او الملاوي ديالي، دابا غادي ندوز نطيبهم بهاد الاله ديال بانيني. كيف ما راه عندها عده استعمالات ديال السيراميك، عندها استعمالات كثيره وزوينه بزاف. ان شاء الله غادي نوجد لكم شي فيديو نتكلم لكم فيها وعلى الاستعمالات ديالها والمزايا ديالها والثمن ديالها وبشحال شريتها. كلشي غادي ندير لكم عليه فيديو ان شاء الله، كنوعدكم. برونشيت ليها البريز، دابا تسخن. غادي نقرص الخمره ديالي الاولى، صافي. دابا راه سخنات، غادي ندهنها بقليل من الزيت. غادي ندهنها من الفوق غير بالقليل من الزيت، ما نكثروش الزيت. قلبتها ودابا نخليها طيب ونرجع لكم. دابا بعد ما تقلبتها غادي نحاول نرد عليها هذه.
الخمره ديالي كيف ما كتشوفوا ها هي طابت على هذا الشكل من جوج جهات. نخليها حتى تشد مره، تشد راسها شويه من التحت ومن نقلبها عاد نسد عليها الآلة البانيني. المخمرات ديالي او الملوي بالسبانخ وزيت الزيتون وطيبين في آلة البانيني كيف جاو، راه رائعين وصحيين. وكيف ما قلت لكم راه من اختراع ديالي، هانتوما كي تشوفوا راه جاو مرقين. كنتمنى هاد الفكره هذه ديالي تكون عجباتكم، وبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، ونشكركم بزاف على الوفاء ديالكم وعلى المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد، وبسلام عليكم.